التحلية دي من أحلى التحليات اللي أنا عملتها، وفعلا طعمها تحفة وخطيرة ومش مكلفة. يلا بينا نعملها على طول. أنا هنا حضرت الكيكة بتاعتي، كانت عبارة عن كوباية ونص دقيق، 2 بيضة، ربع كوباية كاكاو، حطيت كمان نص كوباية سكر، حطيت فانيليا، حطيت يعني نص معلقة بيكنج باودر، وضربت ده كله مع بعضه، وعملت الكيكة في صينية وحطيتها في الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما استوت. حلو الكلام. بعد كده طلعت الكيكة، خرمتها بالعيدان بتاعة الشيش طاووق علشان خاطر اسقيها باللبن، لان الكيكايه دي بتكون طريه كده وهشه قوي وناعمه قوي. شويه اللبن دول ممكن تحطي عليهم معلقه نسكافيه بلاك، او تحطي عليهم معلقه كاكاو وتسقي بيها الكيكه. اهم حاجه الكيكه بتاعتك تبرد، يعني بعد ما تطلع من الفرن تسيبيها تبرد خالص. هنا عملت الكريم شانتيه، وده سهل جدا. بنجيب الكياس الجاهزه ديت، كيس الكريم شانتيه بنحط عليه نص كوبايه ميه متلجه او لبن، وتضربوه كويس قوي بالمضرب، ونرجعه التلاجة ونسيبه لان مش عايزينه يسيح. هنا الكيكه بردت خالص. يعني انا هنا لما كنت بشتغل على الكيكه دي انا كنت عاملاها الصبح، عملتها الصبح وسبتها لحد ما بردت، ودخلتها التلاجة برضو سقعت تاني، وطلعتها اشتغلت عليها، لان لو حطيت الكريم شانتيه عليها وهي سخنه او دافيه هيبتدي يسيح من عليها. تمام. يبقى عندي الكيكه تبقى بارده، والكريم شانتيه بتاعي برضو يكون بارد، كله معمول ومتبرد. هنا بقى بصوا حطيتها عليها الكريم شانتيه وابتديت اسويها. هي مش لازم يكون الشكل متساوي، يعني الكريم شانتيه مش لازم يكون واخد شكل متساوي فوق الكيكه بتاعتي. بصوا حطيت بقى من فوق وتحت والجنب وحاجه كده زي الفل. يلا بقى نحط صوص النص كوبايه اللي هو صوص الشوكولاته اللي من غير شوكولاته. نص كوبايه سكر، نص كاكاو، نص لبن، نص زيت. الكلام ده كله هنضربه الاول على البارد ونحطه على نار هاديه، ونفضل نقلب نقلب لحد ما نلاقيه تقل، ونفضيه في طبق تاني ونسيبه يبرد، ندخله التلاجة. يبقى الكيكه بتاعتي كلها لازم تبقى متبرده. ويا ريت بقى لو نعملها من قبلها بيوم، بس تبقى كل المكونات متبرده، ونطبقها على الكيكه تاني يوم. وزي ما انتم شايفين بقى ببتدي احط صوص الشوكولاته على الوش كده على الكيكايه بتاعتي، اغرقها بقى صوص شوكولاته. حلو. ممكن بعد ما نحط برضو الاضافات دي كلها نرجعها تاني التلاجة علشان برضو تجمد كده وتبقى حلو. غرقوها بقى شوكولاته براحتكم. صوص الشوكولاته ده حلو قوي لو فاض منكم، لانه هيفيد طبعا. هنحطه في برطمان كده ونشيله في التلاجة، استخدموه لاي حاجه. عارفين حتى لما بيقعد في التلاجة ده بيتقل كمان. فبصوا حاجه كده خطيره والله العظيم، تحفه. كيكايه كده ينفع بقى ممكن نعملها في عيد ميلاد مثلا، نعملها كده في مناسبه حلوه، قاعدين رايقين نقوم عاملين قايمين عاملين، معلش بقى بلخبط في الكلام. فدي من احلى الحلويات او الكيكات اللي بعملها، والولاد عندي بيحبوها جدا. بصوا بقى هنقطعها كده. يا سلام يا سلام بقى، تقطعيها مثلثات، تقطعيها مربعات، تقطعيها زي ما تقطعيها، المهم في الاخر هتاكليها. وبعد ما تقطعيها لو انت كمان حابه تضيفي صوص شوكولاته، لو حد حابب بيزود في الطبق بتاعه. خطيرة خطيرة، جربوها صدقوني مش هتندموا، مش هتبطلوا تعملوها. مش مكلفة، وتقريبا كده مكوناتها عندنا في البيت. الكريم شانتيه لو مش حابين تحطوا عليه كاكاو ما تحطوش. انا هنا حطيت عليه على الكريم شانتيه، نسيت اقول لكم، حطيت عليه معلقة كاكاو عشان بس يديني لون كده خفيف يعني، بس ممكن تتعمل كده. حلوة قوي قوي. بصوا بقى من جوه كده يعني طريه طريه بقى، واللبن كده شارب منها ومخلي طعمها بيدوب دوبان. بصوا لوحه فنيه، وده الموتوسيكل اللي احنا متعودين لما بنيجي نسجل لازم يعدي علشان يظهر في التسجيل. بصوا خطيره خطيره، جربوها وصدقوني مش هتندموا، طعمها تحفه تحفه تحفه، من هنا لحد اخر الشارع هنقول تحفه يعني. اصحاب الدايت يمتنعون، لان دي خطر جدا جدا. يا اما بقول لكم ايه، في الفري اعملوا لكم واحده وكلوا نصها علشان خاطر تبقوا بوظتوا الدنيا. بلا دايت بلا يحزنون. جربوا الكيكه دي مش هتندموا، مش هتبطلوا تعملوها. سلام.